قالوا عنها دلوعة السينما المصرية ومعشوقة الجماهير. تاريخنا مليان حكايات، وحواء ليها دور كبير على مدار التاريخ. حواء النهاردة شادية، اسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر. اتولدت يوم 8 فبراير سنة 1934 في حي الحلمية في القاهرة. والدها كان مهندس زراعي، ووالدتها كانت سيدة من أصول تركية. كانت بتعشق التمثيل من وهي صغيرة، كانت بتقف قدام مرايتها وتقلد ليلى مراد. أختها عفاف أول اللي شجعوها علشان تطور من موهبتها، لأن عفاف كان صوتها حلو جدا. ولما دخلت مجال الفن والدها اعترض وقطعها لمدة سنة. وفي سهرة مع العيلة فاطمة قامت تغني، والدها انبهر جدا بصوتها وأدائها، علشان كده جاب لها حد يعلمها العود والغنى، وتعلمت كمان العزف على البيانو، وتعاقدت مع شركات الإنتاج الفني، وتغير اسمها من فاطمة لشادية. فكرة تغيير الاسم دي ترجع لصديقة والدتها اللي كانت والدة جديد بنوتة اسمها شادية، فراحوا يباركوا لها. قالت لها ايه رأيك تغيري اسمك من فاطمة لشادية؟ ده كمان يبقى لايق عليكي علشان انتي صوتك حلو وبتجدوا كمان بالغنى. ومن هنا بقى اسمها شادية اللي دخلت قلوبنا من غير استئذان. وسنة 1947 كانت بداية انطلاقتها في فيلم أزهار وأشواك، دور ثانوي كده صغير. ومن هنا لأدوار البطولة في نفس السنة مع محمد فوزي فيلم العقل في أجازة. ومن هنا بقت ملكة الأغاني الرقيقة على ساحة الغنى بمساعدة ملحنين تقال في الفترة دي زي محمود الشريف ومنير مراد وكمال الطويل كمان. شادية وهي عندها 19 سنة حبت شاب وسيم جدا، ضابط في الكلية الحربية. طلب منها ان هي تعتزل الفن، واتخطبت له ووافقت ان هي تعتزل الفن، لكن اتوفى في حرب فلسطين سنة 1948 واشتغلت ونسيت بشغلها. وبعدها بفترة عرفت عماد حمدي، مع العلم انه كان متجوز، لكن طلق مراته واتجوز شادية، وكان اكبر منها ب23 سنة، لكن كان بيغير عليها غيرة جنونية، واوقات كتير كان بيحرجها قدام الناس، وكانت كمان بتوصل للضرب. قالت لا ما بدهاش، انا عايزة اتطلق. وفعلا الجواز مدامش اكتر من 3 سنين، وانفصلوا سنة 1956. بعدها بفترة دخلت في علاقة حب مع فريد الأطرش، لكن ما اكتملتش وما عداش وقت كبير، وفجأة اتجوزت من المهندس عزيز فتحي اللي تعرفت عليه في عزا سراج منير، وانفصلت منه بعد 3 سنين من الجواز. نيجي بقى لآخر جوازة ليها، وهي من صلاح ذو الفقار، ودي كانت عن قصة حب الوسط الفني كله كان بيحكي عليها. شادية كان نفسها تبقى أم، علشان كده لما اتجوزت صلاح ذو الفقار حملت منه، لكن للأسف البيبي نزل، ومن كتر مشاكلهم انفصلوا عن بعض. لكن بعدها ب20 يوم بالظبط رجعوا تاني وحملت تاني، لكن البيبي نزل للمرة التانية. المشاكل بدأت تزيد أكتر وأكتر بينهم، علشان كده انفصلت انفصال نهائي سنة 1969. وفي فترة السبعينات شادية اتجهت أكتر للغنى، وأكتر أغاني اتعرفت بها في الفترة دي كانت يا حبيبتي يا مصر، ومصر اليوم في عيد، وادخلوها آمنين، اللي لسه عايشين لحد دلوقتي وبيتسمعوا في أي مناسبة وطنية. وسنة 1982 عملت آخر عمل فني ليها قبل خطوة الاعتزال، كانت مسرحية رايا وسكينة اللي نجحت نجاح كبير جدا، وكانت وما زالت واحدة من أفضل المسرحيات اللي اتعرضت. ومن الأضواء والشهرة لخطوة الاعتزال، سنة 1983 اتعرضت شادية لصدمة كبيرة جدا، هي وفاة أخوها. وسنة 1985 اتعرضت لصدمة تانية لما قالوا لها ان هي عندها سرطان الثدي. اضطرت تسافر امريكا علشان تتعالج، وبعد فترة العلاج وبعد ما اتبهدلت وتعبت قالوا لها احنا اسفين التشخيص طلع غلط. رجعت على طول عملت عمرة، وكان اشارة ليها ان الاذاعة المصرية كلمتها وطلبوا منها ان هي تعمل اغنية للمولد النبوي الشريف. كانت الاغنية خد بايدي. شادية حست ان كلمات الاغنية مش صدفة، دي كانت اشارة ليها. وفعلا طلعت الحج في نفس السنة، واعتزلت نهائي سنة 1986 وارتدت الحجاب، وراحت للشيخ محمد متولي الشعراوي. قالت له انا اعتزلت وعايزة اغني اغاني دينية بس، ايه رأيك؟ قال لها قلبك بيقولك ايه؟ قالت له انا عايزة اتقرب من ربنا ومش عايزة اي حاجة تانية. قال لها خلاص يبقى اعملي اللي قلبك بيقولك عليه، يعني ولا اغاني دينية ولا غير دينية. واعتزلت نهائي وهي عندها 50 سنة. الحاجة شادية كرست حياتها بعد الاعتزال لرعاية الأطفال الأيتام، خاصة إن هي كان نفسها تكون أم، لكن ربنا ما أرادش.
واتبرعت بكل ثروتها اللي اشتغلت بيها في الفن طول عمرها لصالح الجمعيات الخيرية، وما ترددتش لحظة ان هي تعمل كده. وطلبت كمان من جهات مسؤولة انها تشتري كل اعمالها علشان ما تتعرضش على الشاشة مرة تانية، فرفضوا. سألت الشيخ الشعراوي عن اعمالها اللي عدت، قال لها انتي توبتي توبة نصوحة، ربنا بيبدل سيئاتنا بالحسنات، وكان احسن القول. وفي يوم 28 فبراير سنة 2017 توفت الحاجة شادية وهي عمرها 86 سنة بعد صراع مع المرض، علشان تنتهي قصة حياة معشوقة الجماهير اللي تابت لربنا من قلبها. الله يرحمها ويغفر لها ويحسن خاتمتنا جميعا. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو عايز نتكلم عن اي شخصية تانية قولي في الكومنتات.